تعرفوا ان افضل وقت تخزنوا فيه الكرنب هو الوقت ده. بيبقى كده الكرنب ما شاء الله كبير وورقته عريضة، وكمان بتبقى الورقة خفيفة كده ومش بيبقى مكبوس حاجة كده. اللهم بارك. في الوقت ده بالظبط من شهر 12، يعتبر من اخر 12 لحد اخر واحد، وهو ده افضل وقت للتخزين بتاع الكرنب. ورقته كده بتبقى عريضة وكبيرة جدا ما شاء الله، اللهم بارك. بيرمي معاكي، وكمان الورقة بتبقى خفيفة كده والوانها ما شاء الله زي ما انتوا شايفين زاهية جدا. يلا نبتدي الفيديو. بس قبل ما نبتدي الفيديو كده تصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وما يليق بكماله. خليط كده ما بين زيت وسمنة على البوتاجاز او زيت بس، بيفضل طبعا يبقى زيت وبس. تحطي كمية البصل ويكون بصل احمر عشان يديكي الطعم الجميل جدا بتاع التقلية او التخديعة بتاعة المحشي. بعد ما يتقلوا كده تنزلي عليهم على طول بكام قرن من الفلفل الحار لو حابة، وتنزلي عليهم بكمية الطماطم وتسيبيهم بقى على مهلهم. في اللحظة دي كان عندي طبعا فراخ كنت نقعاها. ابتديت هنا اجيب شوية من الطماطم وكمان بصلتين 3 كده، وعليهم فص واحد من التوم وقرن فلفل، وبس كده تضربيهم كويس في الخلاط وتنزلي على طول على الفراخ بيهم. بعد ما تحطي التوابل جوز الطيب وشوية ملح وفلفل اسود وبس كده. انقعيهم بقى على قد ما تقدري ساعة ساعتين، وعلى طول دخليهم على الفرن. مش بياخدوا وقت ولا مجهود، حتى لو منقعتهمش مفيش مشكلة. ابتديت هنا اقطع الورق بتاع الكرنب بالطريقة بقى اللي انتي حباها. كانت خلاص التخديعة بتاعة الصلصة او بتاعة المحشي جهزت تماما، وابتدى الزيت يفصل من فوق او المادة الدهنية. خلاص كده نزلت عليها على طول بكمية الرز وحشيت كده زي ما انتوا شايفين، وكمان حطيت الفراخ في الفرن. وما تنسيش بقى لو في شوية رز بقوا منك هاتي كام قرن فلفل وحشيهم، بيدوا طعم وشكل ومذاق رهيب. بعد ما خلاص ابتدى المحشي بتاعي يدخل في مرحلة السوا، نزلت عليه على طول بمعلقة سمنة بلدي تكون حلوة كده أصلية عشان تبين طعمه، بتفرق قوي قوي في الطعم والريحة. او لو عندك قشطة ممكن تحطي عليه. كانت خلاص الفراخ اللهم بارك استوت، دخلتها الفرن. اخدت بالظبط ساعة وربع وكانت ملبن. وده شكل المحشي بتاعي اللهم بارك. حرفيا الوقت ده عايز حلة محشي زي دي وما تخرجيش من البيت. لحد هنا الفيديو خلص. عايزه اوريكم بس شكل المحشي اللهم بارك، الواحده بوحدتها كده ولا رز ناطر منه. وكمان بقى الفراخ دي في حته تانية. جربوا التتبيله دي، اسهل واوفر تتبيله، مبتاخدش معاكم وقت ومش شرط خالص تتنقع. لو موجوده معايا لحد اللحظه دي ما تنسيش تحط اللايك وما تبقيش بخيله، وتصلي على رسول الله في التعليقات. السلام عليكم.